آخر العنقود، الفشيشة ديال الدار طيبتو لها حناكها بالبوسان وبالجباد. هاد الدلال اللي هي رابحة منو عرام د العواطف، واش هو ميزة ربح جائزة كبرى أو لا هو فخ؟ أجي نفسخو النظرة للأخت الصغيرة. هي في الدار بحال سماية الله، يكون الغضب ولا كذا يكفي انها تجري عند شي واحد تبوسو، ولا تقول شي اغنيه ديالها، ولا شي حاجه اللي كلشي كتعجبو، كلشي غادي يدورها ضحك. كيمكن تفسخ الغضب ويمكن ترد الجو الزويون ديال الدار. حبها ما كيقدامش، ما كيشيخش، ما كيكبرش، ما كيشرفش، وخاصه عند باها. تعلمات من اخطاء الاخرين وشافت قدامها الاخطاء ديال الكل، وربما احيانا تكون ذكيه وكتستغل هادشي باش تحقق مطالبها. هي النسخه المنقحه ديال خوتها كاملين اللي سبقوها، لان كتجي كتلقى الوالدين نضجوا اكثر، جربوا داروا التجارب ديالهم في الاولين، ترصاو هما براسهم، السفينه ديال زواجهم ترصات، جربوا بزاف د الحوايج في الدنيا، بالتالي تيكونوا اكثر خاطر، وهذا هو اللي كيخليها هي من بعد تكون هي الأكثر تحليق حارس السرب، وهي الأكثر قدرة وجرأة على كسر التقاليد. هاد الربح كله عنده جوانب أخرى اللي هي صعيبة شوية، هي أن اللعنة ديال الطفولة كتبقى تابعها دايما، هي دايما هذيك غير الصغيرة، لدرجة أنه أحيانا حتى الاستقلالية ديالها كتعاني باش تكسبها، خصها تنتزعها، لأن كلشي كيعتبر راسو وصي عليها، وخصو يفتي عليها الفتاوي، وخاصة إلا كان شي ولد معها من الطرايد تيبغي يحكم في الدنيا والدين. دايما كتكون في الظل، الكبار فاش تيبغيو ياخذوا القرارات دايما كيعتبروها انها صغيره، ولو وصلت ل 30 ولا فاتت 30 اللهم الا انتزعت هذا الاعتراف هذا، لا صوت لها اذا في القرارات على اساس انها صغيره. ولكن كاين واحد المعاناه هي اللي غادي تشوف كلشي كيكبر كيمرض وكيشيخ، وهذه مساله الى حد ما مؤلمه الى ما نضجاتش هي باش تقبل هذه المساله. هذه هي اللي كتهز الثقل ديال الحنين كلشي، ايام الزمن الجميل، التذكر الى اخره. هاد الاخت الصغيره هذه واش هي مجرد رقم في اللائحه ديال كلشي اللي خلقوا؟ لا، شوفي يا الاخت الصغيره، انت جائزه الختام، انت ماشي تكرار لاي واحد، انت بشخصيتك وباستقلاليتك. الا كان الدلال والفشوش من حقك، الشخصيه القويه راه قرارك انت، قرار حتى واحد.